مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيدة بلقياكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: هام جدا للمغاربة إلغاء عيد الأضحى بالمغرب. قبل ما نبداو في التفاصيل ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلوا بجديد أخبارنا المغربية. إليكم التفاصيل. في خضم الأزمة المستفحلة يدور نقاش في بعض الأوساط حول إمكانية اتخاذ قرار بإلغاء عيد الأضحى. قال الوزير السابق الحسن الداودي إن عيد الأضحى سيلغى بحكم الواقع، وقال بالحرف: لقد كنت في البادية قبل أسبوع وقيل لي أن كلفة اليوم لا تقل عن 3000 درهم، وسترتفع الكلفة بإضافة مصاريف العلف في الشهرين والنصف المتبقيين وأرباح الفلاح. لذلك من المؤكد أن أغلبية المواطنين لن يجدوا سبيلا لشراء الأضحية، خصوصا أنهم يجدون صعوبة بالغة في تأمين معيشهم اليومي. وفي جواب له عن سؤال مباشر: هل أنت مع إلغاء ذبح الأضحية؟ قال المتحدث: على المغاربة أن يعوا أن الأضحية سنة وليست فرضا، وفي دول عديدة فإن شريحة قليلة من المواطنين هي من تأتي هذه الشعيرة، لكن ما دام ذبح الأضحية أصبح مقدسا بحكم الأعراف الاجتماعية فإن قرار إلغاء ذبح الأضحية سيرفع الحرج عن الفقراء، لكن هذا القرار يبقى من اختصاص أمير المؤمنين، وأعتقد أننا في ظروف استثنائية، ولا شك أن إصدار هذا القرار سيخفف العبء عن الأسر الفقيرة ويرفع الحرج عنها. شكرا جزيلا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.